جالنا اسئله كتير جدا على الجدير المائي بالذات كمان لكبار السن، لان اللي احنا كنا عارفين ان هو بيجي للناس الصغيره في السن، فدلوقتي بقيت بشوف ناس كتير قوي كبار في السن وعمرها كبير وبتشتكي من الجدير المائي. فده ايه اسبابه يا دكتور؟ اسبابه الكورونا خلاص ديفينتلي، واسبابه فاكسين الكورونا. مهم. هو زي ما احنا عندنا غريزه للبقاء وعندنا حب البقاء، فالفيروسات كده برضو هي كائنات عندها نوع من انواع الميوتيشنز والطفرات والمحاكاه اللي بيحصل عشان تحاكي الاوضاع اللي بقت موجوده. مع دخول اجسامنا الفاكسينيشن اللي احنا ما درسناهاش بشكل كافي، ما تحريناش الدقه قبل ما ناخدها، وكنا مضطرين للي بيسافر او بيروح او عايز يطلع عمره او عنده مؤتمر، او كنا مضطرين ان احنا لازم ناخدها كاستكمال اوراق. لكن احنا بنشوف في العيادات انماط جديده جدا من حتى من الهرب زوستر. الهرب زوستر توحش، احنا بقينا نشوف انماط غريبه جدا. كنا بنشوف قبل كده المريض الكبير في السن اللي فوق ال50، لا بنشوف ناس صغيره جدا وناس ما عندهمش اي مشاكل مزمنه ولا اي امراض ولا بياخد علاج لاي حاجه، وجاي له بشكل عنيف جدا وفي مناطق غير معتاده. ده كله لسه محل الدراسه والبحث. الاتاكس اللي بنشوفها في العيادات من التشيكن بوكس، اعمار سنيه ما كناش بنشوفها قبل كده، للادلت والناس اللي في الجامعه والناس الكبار في السن، او يعني مش الكبار في السن اللي هو الاولد ايج، لا الادلتس يعني اللي هم ثلاثينات عشرينات، بقى كتير جدا. والحقيقه يعني ده محتاج بقى ان يبقى فيه الفتره الجايه ستاديز وكروس سكشنال ستاديز، ويبتدي الكلام ده يتنشر، يحصل له بابليكيشن، ان احنا بقينا نشوف تغيرات وتحورات في الامراض الفيروسيه بشكل كبير جدا بعد الكورونا.